بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا جماهير وأعضاء النادي الأهلي، في البداية أحب بس إن أنا أقول لحضراتكم إن النادي الأهلي عنده ثوابت. من ثوابت النادي الأهلي عدم الظهور الإعلامي الكتير لأي رئيس نادي. من 1907 مش هتلاقي رئيس نادي، بس طبعا الإعلام كان قليل زمان يعني، مش هتلاقي رئيس نادي بيطلع إلا مرة كل سنة، 3-4 مرات في الدورة كلها تقريبا يعني، ده إذا ظهر يعني. ولكن المرة دي كان لازم احنا نطلع نتكلم مع حضراتكم، لأن ده حقكم علينا، وفي نفس الوقت لتوضيح بعض الأمور اللي مصاحبة شوية بعض أو يعني الإخفاق الأخير اللي بيحدث يعني. ليه برضو؟ لأن حضراتكم الداعم الأول والرئيسي لكل منظومة النادي الأهلي. انتوا السند وانتوا الظهر، انتوا في الأوقات الحلوة متواجدين ومفرحانين وبتفرحونا كتير معاكم، وفي الأوقات الصعبة انتوا أول ناس مساندين. عشان كده أنا مش لاقي كلام أقدر أعبر بيه عن اللي جوايا لجماهير النادي الأهلي، وأنا بالذات حتى في زعل الناس حاسس بدعمهم، وحاسس بدعمهم اللي يعني الغير مسبوق. عشان كده ده بيحملني مسؤولية أكبر، أنا ومجلس الإدارة، مش أنا بس. من فضل الله سبحانه وتعالى إنه أعطى للنادي الأهلي جماهير عظيمة جدا، جماهير عظيمة في انتمائها، وجماهير عظيمة في إخلاصها، وجماهير عظيمة حتى في إظهار حزنها وزعلها. حق بقى الجمهور العظيم ده إن احنا لازم نطلع نتكلم ونحاول إن احنا أولا لتقديرنا لحضراتكم، وتقديرنا لكل شيء بتقدموه لناديكم، وكمان ده واجبنا تجاه النادي وتجاهكم إن احنا نعترف بأي تقصير أو بالتقصير إذا كان هو التقصير وهو فيه تقصير، وكمان نسارع في الإصلاح. إن الناس اللي بتشتغل بجد ممكن تخطئ وممكن تغلط، مش عيب، لكن العيب إن احنا نستمر في ده، والعيب إن احنا ما نشوفش الغلط. احنا شايفينه وعارفينه، وعارفين ازاي بإذن الله وبتوفيق الله ازاي يتعالج هذا الخطأ. بس الدعم حضراتكم هو الداعم لكل كلمة هقولها النهارده. وكمان قبل ما نكون مسؤولين، احنا من الجمهور الاهلي. يعني انا مش عايز اقول لكم واحنا صغيرين نلعب لسه في الشارع يعني كويس، الحاجه الوحيده اللي كانت تبكيني وانا طفل صغير لو الاهلي اخفق او خسر، ده الامر الوحيد اللي ممكن يبكيني. عشان كده انا حاسس جدا جدا بزعل الناس، وحاسس جدا جدا بقلقهم في وقت السعاده، وفي وقت الفرحه، وفي وقت الانتصارات اللي هي الحمد لله كتيره. في وقتها انتوا بتبقوا فرحانين بنا زياده، فلما تيجوا كمان بقى في اي اخفاق يحصل، يكون في عتاب، يكون في لوم، احنا لازم نستحمل ده. ما احنا فرحنا بيكم او فرحتونا بيكم وبمشاعركم، طب وبعدين لما يكون في اخفاق انتوا يكون في لوم، يكون في حزن، يكون في زعل، يجب ان احنا نتحمله، لان هو ده الحياه الطبيعيه، ودي برضو من ضمن مسؤولياتنا تجاه نادينا وتجاه حضراتكم.